مدينة العمالقة، المدينة اللي لم يخلق مثلها في العالم. كانت مدينة من الذهب وأعمدتها ذهب. عصوا الله عز وجل فعاقبهم الله عز وجل عقاب شديد، والآن أصبحت بلادهم خالية، ولو حاولت تروح بلادهم هتلاقي بلادهم مرعبة. مدينة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معكم زين اسكندر من قناة المؤرخ. أكيد سمعت قبل كده في القرآن الكريم عن مدينة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ما سألتش نفسك إيش قصة هذه المدينة ووين مكانها بالتحديد الآن، وإيش قصة العمالقة اللي كانوا يسكنوا هذه المدينة بعد ما نجى الله سيدنا نوح عليه السلام من الطوفان، وبعد أن هلك كل من على وجه الأرض. استمروا الناس اللي نجوا مع سيدنا نوح في القارب بعبادة الله عز وجل لفترات طويلة. بعد سنوات وسنوات طبعا تغيرت الأجيال ومات الآباء والأجداد ومات سيدنا نوح عليه السلام، فرجعوا الأجيال التي بعدها يعبدون الأصنام من جديد. قوم عاد كانوا أول ناس يعبدوا الأصنام بعد سيدنا نوح عليه السلام. قوم عاد ربنا ادالهم قوة بدنية وادالهم حضارة وأنعم عليهم بجنات وعيون، حتى وصل بيهم الترف إنهم يبنوا قصور عالية وهم مش محتاجين لها أصلا، ما بيسكنوش فيها. قوم عاد سكنوا في هذه المدينة التي تسمى إرم ذات العماد، أو مدينة إرم الضائعة، اللي لحد الحين العلماء مش محددين مكانها بالضبط بسبب فجر الناس اللي كانوا عايشين في هذه المدينة وتجبرهم. ودايما يا جماعة في حكمة من القصص اللي احنا بنسردها. قصة اليوم حكمتها انه ما ينفعش انك تتجبر زيادة عن اللازم. تعرف نعمة الله عليك، انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني كده هتيجي لحظة هلاكك. المهم الله عز وجل ارسل سيدنا هود الى قوم عاد، قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. طبعا تجبروا وتكبروا وقالوا احنا عندنا نعمة كتيرة، مين هيقدر يهلكنا؟ وقعدوا يسخروا من سيدنا هود عليه السلام، وقعدوا يقولوا له إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. وقالوا له يا هود اوعى تكون عايز تصير سيد علينا، اوعى تكون عايز تصير ملك، ولو عايز فلوس نديلك. كان الواحد من هؤلاء القوم يصل طوله إلى 500 ذراع، يعني ما يقارب 250 متر، والقصير منهم يصل طوله إلى 300 ذراع، يعني ما يقارب 150 متر. فقالوا لسيدنا هود انت عايز فلوس نديلك. قالهم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين، أنا عايزكم بس توحدوا الله عز وجل وتتركوا عبادة الأصنام، لأني خايف عليكم من عذاب الله عز وجل. وقعد يذكرهم بأنه عذاب الله عز وجل لما حل بالأمم السابقة دمرها، وقعد يذكرهم بالنعم اللي هي عندهم، وقعد يقول لهم الله عز وجل أعطاكم جنات وعيون وأنعم عليكم بكل وسائل الطرف. لكن للأسف كانوا متكبرين جدا ومغرورين وزادوا في العناد والإلحاد. قالوا له إحنا مش هنسيب الأصنام وما نحن لك بمؤمنين، وقعدوا يقولوا له إن الآلهة غضبت عليه وأصابته بالجنون، عشان كده قاعد بتقول كلام مجنون. قال لهم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، تبرأ منهم ومن آلهتهم ومن عبادتهم. وقال لهم إن هناك يوم حساب ويوم بعد، وإن في حياة تانية بعد الموت، وهتيجوا يوم القيامة وهيسأل الله كل واحد فيكم إيش عمل في الدنيا. طبعا قعدوا يضحكوا ضحك واستهزاء بنبي الله، وقعدوا يقولوا له أنت بتقول كلام مجنون، الإنسان بيعيش حياة واحدة فقط، ولما يموت بيتحول إلى رمال، تيجي الريح وبتطير الرمال. هكذا كانوا يعتقدون. سيدنا هود قال لهم يا قوم لازم نكون مؤمنين بالله عز وجل، ولازم نكون مؤمنين باليوم الآخر، لأنه هيكون في يوم قيامة وهيكون يوم حساب، كل واحد هيتحاسب على كل عمل عمله سواء خير أو شر. سمعوا كلام هود لكنهم كذبوه، والقرآن ذكر عنهم إنهم قعدوا يقولوا لبعضهم أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أئنكم لمخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. كان قوم عاد يبنون قصور في الجبال، قصور عالية في مكان عالي عظيم. سيدنا هود قال لهم يا قوم اتقوا الله، والقصور اللي انتم بنينها هذه بلاش تبنوها لأن انتم مش محتاجينها. قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا له إحنا لا هنؤمن بيك ولا هنصدقك، لأن ما حدش هيقدر يهلكنا والآلهة ستحمينا. زادوا عنادا وفجورا وطغيانا وتكذيبا لنبي الله هود عليه السلام. رفع سيدنا هود عليه السلام يده للسماء وقال رب انصرني بما كذبون. رد الله عليه وقال عما قليل ليصبحن نادمين، هيندموا على عنادهم وفجورهم وغرورهم. أول شيء منع الله عنهم المطر لمدة 3 سنوات، قحطت الأرض وبطلت تنتج زروع، والغنم أعزكم الله ماتوا. راحوا اختاروا من بينهم 70 رجل عشان يطلبوا من الله السقيا ويطلبوا من الله المدد والمطر، فدعوا بأن ينزل المطر عليهم. بالفعل جاء السحاب، ولكنه لم يكن سحاب مطر. اجوا 3 سحابات، واحدة سوداء وواحدة بيضة
سوداء وواحدة حمراء. ونادى منادي من السماء أن يختاروا من بين هؤلاء السحابات الثلاثة، فاعتقدوا أن السحابة السوداء هي اللي فيها مطر كتير ومية كتير، فاختاروا السحابة السوداء. فنادى منادي من السماء فيقول لهم: اخترتم سحابا رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا، لا والدا تترك ولا ولدا إلا جعلته جمدا. أرسل الله السحابة السوداء بما فيها من عذاب وهلاك لهؤلاء القوم، ونزلها على هذه المدينة الجبارة. لما اجت السحابة فوقيهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، يعني هذه سحابة فيها خير وفيها مطر، ما يعرفوش ان هذا هو الهلاك. رد الله عليهم وقال: بل هو ما استعجلتم، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. أرسل الله الريح على هؤلاء القوم 7 ليال و8 أيام. هذه الريح ما خلتش ولا واحد فيهم. في ناس هربت للجبال تحتمي فيها، حتى اللي هربوا للجبال الريح كانت تأتي على الجبال وتهدم عليهم الجبال، تهلكهم هلاك عظيم. دمرت القصور المشيدة اللي كانوا بيفتخروا بيها بإنها أقوى شيء في الدنيا، وهلك القوم اللي كانوا بيقولوا: من أشد منا قوة، أهلكهم الله بما هو أشد منهم. بعدين اجت سحابة حمراء فوقفت بعد هلاك كل الناس، وفضل بعض الناس اللي لسه ما ماتوش، ففرحوا ان في سحابة حمراء جاية عليهم ومحملة بالمطر. وهنا كانت الصدمة، السحابة نزلت عليهم بالنار والشرار واهلكت كل من تبقى من هؤلاء القوم. فترى القوم فيها صرعى كأنهم اعجاز نخل خاوية. شبه الناس اللي ماتوا هدول بانهم نخل من غير راس، لان الريح اللي جت على هؤلاء القوم العمالقة كانت بتشيل الواحد فيهم وترميه على راسه، فينفصل الرأس عن جسده فتصير جثة بلا رأس. طيب سيدنا هود وين من هذا الكلام؟ سيدنا هود اعتزل قومه قبل العذاب، نجاه الله عز وجل هو ومن آمن معه. يقول الله: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. فالله عز وجل لا يتخلى عن عباده المؤمنين. الآن يقال إن مدينة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ليس لها وجود على الإطلاق. في علماء قالوا إنها في الربع الخالي، ولكن ما في دليل قاطع على هذا الكلام. إلى هنا أتينا إلى نهاية هذه القصة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه كي يصلكم كل جديد، وتابعونا على حساباتي الشخصية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.